انا عجبني جدا محمد هاني انا من الناس اللي على طول حاطط ان محمد هاني دوت ما بدلوش اي اهتمام. بعتبره يعني ايه، لعيب مدارس مش لعيب محترف. بس انا الصراحه الماتش بتاع النهارده عاجبني محمد هاني، مش عشان يعني اقفل على لوكمان لا خالص، بس هو كلاعب انا حاسس ان هو موجود على طول، يعني ظاهر على طول في الملعب، على طول قدام هتلاقيه، ورا بتلاقيه بيجري يحاول يدافع. واعتقد اكتر حاجه خدمه محمد هاني ومخليان ان انا اشوفه بشكل جديد هو زيزو الصراحه. حاسس ان الاثنين دول انسجام ما بينهم غريب فظيع، بس هو ده هما في الاهلي. ايوه صح، دي حقيقه. من هو في الاهلي انا اصلا الموضوع دوت انا وجهه نظري ما اتغيرتش غير لما شفت ماتش الاهلي، الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض في تفاهم غريب قوي ما بين الاثنين. ده بيجري التاني تحس ان هو يعني حاطط في دماغه ان انا هيجري كده من قبل ما يجري اصلا بكام دقيقه، فاهم السيناريو هيتحرك ازاي وبيقوم مديله الباص، استني بس يعمل الخطوه وخلاص هتلاقي الباص اتلعب. ظهرت قوي في الجون الاولاني يعني حته الانسجام ده. اخاف بقى ان لما هتيجي تلعب في البطوله وصلاح هو اللي هيلعب قصاده الناحيه ديت، محمد هاني هيبقى اي كلام. هو على فكره على قولتك يعني، هو محمد هاني الموسم ده كله في الاهلي حلو، نقطه قوه طول ما الكوره معاه. محمد هاني لما ابتدعوا الدور بتاع ان الباك هيخش جوه عمق الملعب ويدي تمريره طوليه كسره للخطوط، محمد هاني بوب في الحته دي، اكتشف نفسه اكتشاف جديد. بوب في الحته دي، بيدي كور من ايام ريبيرو، يعني هو كان افوق لعيب مع ريبيرو وفضل مكمل من بعد ريبيرو كمان. كل ما انت بتلغي من محمد هاني فكره امسك الخط رايح جاي ولما توصل ارفع عرضيه، محمد هاني بيتبروز سبحان الله، بيبان ان هو لعيب كوره رايق، لعيب كوره كويس. بس طبعا هتفضل مشكلتنا الكبيره مع محمد هاني في التغطيه العكسيه. بالتاكيد اي كره عرضيه من الناحيه الشمال هتترفع، اي حد هيطلع من ظهر محمد هاني هياخد الكوره، ما فيهاش كلام يعني.